السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ علينا معاكم في طيبة. ما تستغربوش شكلي يا جماعة، بجد انا لسه راجع دلوقتي حالا بجد والله يا محمد من رحلة كنت طالعها انا واصحابي النفر ب 300 جنيه. كنا واخدين مركب في البحر وبتاع وهكذا. المهم يعني واحنا راجعين ما كانش فيه بنزين في المركب، والكلام ده بجد والله فعلا ما كانش فيه بنزين فكان فيلم المركب بارت 2 بس الحمد لله رجعنا. انا قدامكم او تقريبا ده الشبح بتاعي، انا معرفش. المهم يعني يا جماعه انا هموت من النعس، وحياة ربنا هموت من النعس وهموت من الحر برضه نفس الوقت، بس لابس شتوي للاسف عشان الزعبوط. ان يا جماعه بجد شعري شكله يقرف من البحر، انا كل دلوقتي شكلي يقرف من البحر. فالمهم خدت دش وبتاع ومستعد اتم استعداد ان انا انفرد على السرير ومش هقوم غير بعد اسبوع. انا ايوه واعد نفسي ان انا مش هصور ولا هماتش ولا لو حصل ايه. فيشاء القدر برو ان واحد على الانستجرام بعت لي صوره الفيديو ده، والفيديو لدكتور مكاوي بيقول الرد الاول والاخير على الانتقادات، وزي ما انتم شايفين في صور يوتيوبرز وراه وانا منهم، وحاطط لي بتاع في المناخير كده بتاع الكلاونز، شكلي فيه زي القمر بصراحه بجد اتاكل فالمهم يا جماعه وحياة ربنا انا قعدت كده 5 مرندر اللي هو انا عملت ايه مع دكتور مكاوي مش فاهم. فافتكرت ان انا كنت عامل فيديو تجميعه وكنت واخد دكتور مكاوي كميم في فيديو التجميعه. بجد انت ما تعرفش قد ايه انت هتبقى عظيم انك تتحط كميم في فيديو تجميع. ففين الانتقادات في كده انا ما اعرفش. معانا لوكيشن جديد وطبعا وحش جديد. النهارده معانا الجي كلاس بارابوس او البارابوس، مش عارف يسموها ازاي. ملهاش حل. انا مالي دلوقتي؟ برو ليه مسوي فيها انك الراعي الرسمي المرسيدس بنز؟ مالنا احنا المرسيدس دلوقتي؟ فين الرد على الانتقادات؟ تمام نعسان بقول. كنا بقى قبل ما اعرق نبتدي الشوت. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell 'em run it. Treat me like white teeth. Don't get me dirty. انا كارف. شفت انت عملته ده كله ولا اللي اي لازمه ينفع بقى تخش في الفيديو؟ ارجوك ينفع نشوف قصة الانتقادات بتاعت الفترة الأخيرة دي نرد عليها. مكاوي نصاب، مكاوي بيدعو للفجور، مكاوي محتواه فاسد، مكاوي معهوش فلوس، مكاوي بيضحك عليك، مكاوي. اخلص يا دراما اخلص. قبل بس ما نرد على الانتقادات لازم نعرف ايه أسبابها الأول. أول سبب وده أظن واضح، المشاهدات. طبعا أظن أنا وأنت عارفين إن اسم مكاوي من أكبر أسماء صناع المحتوى في الوطن العربي. أول 6 شهور بس من 2023 إحنا مجمعين فوق 1 مليار مشاهدة. فطبعا صناع المحتوى التانيين بما إن مفيش محتوى ما عندهمش حاجة يتكلموا عليها، كل محتواهم تهريج وتريقة، يتكلموا على مين عشان يجيبوا مشاهدات؟ عشان محتواهم مش شغال أصلا. طبعا يتكلموا على مكاوي. انا هتشال. طب انا مالي؟ انت حاطط صورتي دلوقتي ليه؟ انت حاطط صورتي ليه؟ مين يا جماعه انتقده ده ولا عمل له بتاع ده؟ مين ده؟ انا بقى نيجي للجمله الثالثه انت كيوت والله بس مش نوعي المفضل في البنات. وهنا بقى انت اديتها كيل، قتلتها. ياه كده انت بقى اديتها كلشه. اوه اتبسط، انت لازم تتبسط. انت كنت ميم عندي في تجميع انت ما تعرفش الناس اللي بيخشوا تجميع دول بيتحاربوا قد ايه عشان يخشوا فيديو هنيجي لتاني سبب، الناس دايما بتتشد للسلبيه والحاجه الوحشه. الاعلام مبرمجنا على كده من زمان. هتفتح الاعلام، هتفتح الاخبار، هتفتح في اي حاجه في السوشيال ميديا، هتلاقي دايما الحاجات الوحشه، الحاجات السلبيه هي اللي بتتزق. الناس بتحب تتفرج على دوشه، على سلبيه. وطبعا صناع المحتوى اللي ما عندهمش محتوى بيستغلوا حاجه زي دي. ما عملتش كل ده والله يا عم، والله انا كنت فاتح تيك توك لقيتك قدامي تعامل مواضيع ليه كتير؟ انت عامل حاجات كتير ليه؟ انا يا جماعه بجد والله في حاله تدخل حوارات دلوقتي. انا ليه هستغلك وانا اصلا الفيوز بتاعتي اكتر من الفيوز بتاعتك؟ واللي يخليك بجد مش فاهم اكتر ان انا في الفيديو بتاعي بجد انا ما انتقدتوش اصلا بجد انت مسوي دراما على الفاضي برو. البنت عندها 30 40 الف فولور وانت عندك 100 200. خليك واقعي، ما تبقاش عبيط. البنت مش هتشوفك اصلا. انا عندي كام على الانستجرام اعرف بس الليميت بتاعي لحد فين باين قوي ان انا باخدك على قد عقلك عارفين الفيديو بتاعك مليء بالانتقادات ومليء عارف انت فيديو دسم كده، بس انا ما مسكتش في ولا حاجه من ده وخدتك على قد عقلك وهزرنا بتاع. حتى يا معلم بجد والله ركز معايا، هتلاقيني اصلا بعمل ماركتنج للناس اللي بتكلم عنهم. في ناس كتير بجد اتكلمنا عنهم هنا في القناه وهزرنا معاهم وبتاع، وحرفيا كانت مشاهدات فيديوهاتهم ما بتعديش 5 مشاهدات الفيديو اللي جابوا عندي، فاهم؟ وصلك؟ وانت كنت مجرد مين؟ افهم
افهم مجنون انت كنت فالمهم دلوقتي يا جماعه احنا عرفنا ليه دكتور مكاوي حاطط صورتي عنده في الفيديو. مش مهم عادي عادي انا مسامح. اي نعم انت اخترت الصوره مش بحبها بس ثالث سبب طبعا وهو للاسف الحقد والغيره. معظم الشباب اللي بتتريق ومعظم صناع المحتوى اللي بيتريقوا عارفين ان انا احسن منهم، عايش العيشه اللي انا عايزها، معايا فلوس اكتر منهم، معايا جسم احسن منهم، الناس عارفين اكتر منهم، شهره، عربيات، شكل حلو، جسم حلو، كل حاجه حلوه. جماعه انا مش عايز اتنمر تمام انا مش عايز اتنمر، بس احنا هنخش دلوقتي على انستجرام دكتور مكاوي ونشوف كميه البنات اللي عنده قد ايه ونشوف قد ايه الناس هتموت عليه بسبب شكل الحلو الامور الجميل اللي بيدوخني انا شخصيا. بشوف كده صوره فيها عربيه طرش وموديل طرش وحاجه اخر امرنه وحاجه اخر مزازه وحاجه اخر كده ايه بينات باتر. فالكومنتات بقى يا برو، ادهم، موكشه، ادم، مصطفى، مين انت مش عارف، عبد الله، انس، عبد الرحمن. فين مخبيهم فين يا رشد انت؟ المهم يا جماعه انا بعترف ان انا فعلا محروق جدا واشعر بالحقد والغيره والغل ومحروق. ركز على كلمه محروق دي فاهم، لان انا بجد والله العظيم بجد محروق. الشمس فشختني انا قدوتي في الحياه دكتور مكاوي. انا اتمنى ابقى زي دكتور مكاوي. بنزل جيم وبعمل فورمه وبتاع عشان نفسي ابقى زي دكتور مكاوي يا جماعه. مش قادر يا جماعه ابقى دكتور مكاوي. هو باين قوي ان انا بطبل له عشان اخلص وانام ولا معظم الناس بتعاني منها. انا واحد مش محتاج اثبت لك اي حاجه، الناس اللي معايا من اول ما ابتديت عارفه كل حاجه، عارفه انا كنت فين وبقيت فين. مش محتاج اقول لك انا معايا فلوس، مش محتاج اقول لك انا بشتري عربيات، مش محتاج يا عم بقى انت ايه بقى انت بس ايه شغال خلاص كفايه ارجوك. مفيش حته طلع فيها دكتور مكاوي غير لما قال انا فورمتي مش عارف ايه، انا عدد النسوان اللي في حياتي مش عارف ايه، وانا العربيه اللي بشتريها، انا مدعيه اللي طرشه. الشخصيات الكتير اللي جواك دي تمام، لا جمعهم لي كده وهات لي شخصيه واحده اكلمها تمام ما تكلمنيش بكذا شخصيه بعد اذنك. تعالوا بقى ايه يوجا ونفك شويه قبل ما نتمرن ونخش على الانتقادات انتقاد ونوضحهم ونقول راينا فيهم. انجز ابوس ايدك، ابوس الباي بتاعتك، انجز. حلو يا سيدي. نيجي على تاني حاجه، مكاوي بيقول لنا نظبط بنات ونعرف بنات ونمشي معاهم وده حرام. انا عمري ما قلت اعمل حاجه مع البنت غلط، انا كل اللي انا بتكلم فيه ازاي تتكلم بثقه، ازاي تتعامل بثقه، ازاي ما تعكش. هتقول لها مثلا انت وحماده لايقين على بعض جامد. لا ثواني، مش حماده ده. اكيد احنا سوقنا الظن في دكتور مكاوي، اكيد احنا سوقنا الظن في باشمهندس مكاوي، اكيد هي لايقه على حماده صاحبه، اكيد هو بيظبطها لصاحبه برو، بيوفق راسين في الحلال. هو حرفيا بيوفق الراسين في انا مش فاهم، انا مالي دلوقتي، انا صورتي محطوطه ليه في الفيديو؟ انا دلوقتي صورتي اللي انا ما بحبهاش محطوطه ليه في الفيديو؟ الناس اللي بتبعد عن البنت طول حياتها دي وتتجوز جواز صالونات هم السبب في نسب الطلاق اللي بقالها سنتين اعلى حاجه وصلنا لها في حياتنا. ما شافش بنت في حياته واتجوز جواز صالونات، ما يعرفش يتعامل اصلا مع ست، وطبعا خلف منها زي الحمار، وطبعا الجوازه ما كملتش عشان هو لطخ. برو انا مش عارف انت ليه حاطط ثوابت للطلاق، ان هو عشان الواحد ما يطلقش لازم يبقى عارف 500 بنت والبنت تبقى عارف 500 راجل. هو فعليا وواقعيا اللي ممكن يبقى سبب للطلاق هو انت يا دكتور مكاوي، لان من البديهيات ان لما حد يتعامل مع خطيبته او يتعامل مع مراته ان هو يتعامل بشخصيته مش بشخصيه دكتور مكاوي. فحضرتك بتديله نصايح لا تدل على شخصيته بشيء خالص. يعني مثلا تقول له اتقل عليها ما تردش بدري عشان هتموت في دباديبك ومش عارف ايه، وهي مش شخصيته، هي مش شخصيته ان هو يرد متاخر. فكذبه ورا كذبه ورا كذبه ورا كذبه ورا كذبه، انت دلوقتي وريت البنت اللي قدامك شخصيه تاني خالص عن شخصيتك، بجد شخصيه غير خالص. فطبيعي جدا لما تتجوزوا هذه الشخصيه ليست هذه الشخصيه اللي انا كنت متعوده عليها من قبل. فما هذا الهراء، انت ما كنتش كده، انت طالق ايه، خلص الموضوع خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ لان انا مقتنع حرفيا، مقتنع اقتناع تام ان انت مش محتاج اي نصايح انك تتعامل مع الجنس الاخر. انت كل اللي انت محتاجه انك تتعامل بشخصيتك
بس شخصيتك ودينك بس، خلص الموضوع خلص. فانا بجد لحد دلوقتي مش عارف دكتور مكاوي هو عايز ايه، دماغه موديه على فين، انا مش ايه عارف. الكوكب اللي ما فيهوش بنات ده؟ نبعد على البنات كلها، ما نبصش، بص على الارض فوق. احنا في 2023. بكرر تاني، ما تعملش اي حاجه غلط مع بنت، انا ما بقولش كده. سيبك من غض البصر واخواتك البنات ومامتك وقرايبك كمان، سيبك كل ده، سيبك من كل ده، تمام؟ احنا في 2023 يا انا مش عارف انا بجد هموت من النعس، هموت من النعس ومضيع وقتي مع دكتور مكاوي مش عارف ليه. ما تعملش اي حاجه غلط مع بنت، انا ما بقولش كده، انا بقول انك لما تكلم بنت تبقى كويس، تبقى واثق من نفسك. فتقول لها انت وحماده لقينا عشان تبان الثقه في النفس برو. لازم تبان الثقه في النفس. كل الاساليب اللي انا بعملها دي تجاربي وانا بسال بنات، الهدف منها حاجتين، اولا دي احسن طريقه استعملتها في حياتي ان انا اعلي ثقتي في نفسي، وتاني حاجه ده اللي بيخلي القناه تكبر، ده اللي بيخليكوا تتفرجوا، ده اللي بيشدك، وفي الاخر انت اللي بتكتب لي تحت ما ينفعش كده يا مكاوي، مع اني لو ما عملتش كده مش هتتفرج. برو بجد منافق بطريقه مش طبيعيه، حرفيا مش انا مش عارف هو ليه يعني سؤال كده كونوي، تمام؟ دكتور مكاوي ليه؟ يعني هو لسه من شويه صغيرين شتمنا وبيقول ان احنا حاقدين وغيرانين ومش قادرين بقى دكتور مكاوي ده، فبناخد صورته وبنحطها على الفيديوهات وبتاع عشان نشد بيها الناس، وهو مش معجب بالطريقه دي. والفاجر الفاجر بص على صور الثامبنيلز بتاعته. طلبت من البنات تقييم الفورمه من 10، اعمل الاساسيات هتوصل الى 95% من النتائج، وانا مش عارف ليه الصوره دي سيبنا من الصوره دي. انت دلوقتي حاطط صورتي ليه عندك فيه؟ عشان اديك المحتوى المفيد التاني، والمحتوى المفيد الاولاني ده بيزود ثقتك في نفسك. مش قصدي انك تروح تتحرش ببنات، ما تبقاش غبي، انا كل هدفي انك تعلي ثقتك في نفسك. برو عمل لي 500 فيديو ازاي تخش تظبط بنت وازاي تخش تكلم بنت، فاهم؟ وتكتب لها انت كيوت والله بس مش بنات، وانت وحماده ومش عارف والاوتفيت ده هناك، وجاي يقول لك دلوقتي انا مش قصدي تحرش، انا مش قصدي برو. انا انت بجد دماغ كلامك داخل كده، تمام؟ ومره واحده بيجي كده، ولا ده صح ولا ده صح. والله صدقني اكتر حاجه هتفيدك انك تركز على نفسك، مش انك تقعد تقلل من الناس. افتكر دايما انت مش هتقلل من حد تحتك، انت هتقلل دايما من اللي فوق عشان تحاول ترضي نفسك وتحسس نفسك احساس حلو. باشمهندس مكاوي بيفكرني بشخص كده هتلاقيه عندك على الواتس مخصم مع كل البشريه، شايف ان كل البشريه بتحقد عليه، شايف ان كل البشريه متغاظه منه وهو ولا شيء. بجد برو مفيش، مش انت لوحدك اللي لعب الفورمه، مش انت لوحدك اللي معاك فلوس، مش انت لوحدك اللي هي وحماده لاقيين على والكل اليوتيوبرز الغلابه حبايبي اللي عملوا عليا رياكتات. وانا مش عارف بجد ايه حوار اليوتيوبرز الغلابه اللي كلكم ماسكين فيه ده. نقعد نعيد في الاسطوانه تاني ويا جماعه محتوى النقد محتوى عالمي انا مش هتكلم في كل المواضيع دي، المواضيع دي كلها ما تلزمنيش بجنيه حرفيا يا دكتور مكاوي. يا اللي بتقول على اليوتيوبرز دول غلابه، انت ما تعرفش سعر كارت الشاشه اللي في البي سي بتاع كل يوتيوبر بيعمل رياكت، تمام؟ ده ما يمنعش ان كارت الشاشه بتاعي يعني مش لازم كنسل الحكمه دي. انا كنت واخد الموضوع ده كله هزار بجد بس انا مش عارف انا محطوط في المواضيع دي ليه. انا كنت عايز انام والله العظيم. لا يا جماعه انا لسه طالع من الحمام والله العظيم والدنيا في عيني زي الفل، لقيتني مره واحده كده بغير وبحقد على دكتور مكاوي. لما يشوفوني خارج مع بنت حلوه بنتي دي شمال، بلاقي تعليقات زي ايه البنات دي بفلوس، انت بتجيبها بفلوس، العربيات اللي انت بتركبها دي ايجار، الشقق اللي انت بتخشها دي مش بتاعتك، هو اي انتقاد وخلاص، فاهم؟ بس الفكره انت لما توري ناس، سمعت مقوله people judge your capabilities by their limitations. برو مسوي نفسك اندرو تيت وانت حرفيا ما حصلتش اندرو الحاوي. عشان مع احترام الاندرو الحاوي طبعا. وتلاقي اللي بينتقدك ده واحد ملوش 60 لازمه في الحياه، حياته عباره عن بابجي وسوشيال ميديا. ماشي اي حد فاضي يطلع يعمل عليك رياكت، علم متخلفه وفشل. انا ليه حاسس ان في روبوتات بتكتب كومنتات دي؟ بجد حاسس ان روبوت كده بيكتب كومنت. عاش يا دكتور مكاوي، انا كان نفسي ابقى زيك من زمان، انا كنت شخص فاشل جدا زمان، بس بجد بعد ما تابعتك بقيت شخص ناجح جدا ومعايا فلوس كتير.
تعرف ايه اللي يهرني؟ اللي يهرني ان انا بتهاجم الروبوتات برو. روبوت بيهاجمني برو. على اخر الزمن الاي اي. ولازم تعرف ان اي حد انا بتكلم عنه بجد عمره ما هيطلع من الفيديو بتاعي زعلان، والله عمره. تعالى وريني. يعني مثلا فيديو اكتر شخص بيعك في الاكل، ادم معلق لي على الفيديو وانا عامل الكومنت بتاعه بي ان والدنيا ايه في اللذيذ. في مثلا في الفيديو اللي عملناه عن ام جنى، فعملوا فيديو وطلعوا وشكروا في الفيديو بتاعي، وحرفيا ادوا معظم اليوتيوبرز اللي عملوا فيديوهات عن ام جنى خدوا سترايكس الا انا. فهل انا دلوقتي عشان عملت فيديو عن ام جنى ان انا غيران من ام جنى؟ ليه غير من ام جنى؟ هي اي نعم المحشي بتاعها توب ولا يعلى عليه، بس برو انا بعرف اعمل اندومي احسن. وبجد عادي جدا ان اي حد الفيديو بتاعي ما يعجبوش يجي يقول لي في اي حته، انستجرام، جيميل، اي حته الحته دي مش عجباني او الفيديو ذات نفسه مش عاجبني، همسحه. وحياة ربنا انا بتلكك ان انا عايز امسح فيديوهاتي اصلا. برو انا عايز امسح قناتي، انا عايز اختفي. فاهم؟ انا عايز اخد بريك، انا تعبت عايز اخد بريك. انا خلاص انا خلاص. فبس يا اصدقاء، واخر حاجه اللي بيقول ان احنا ما عندناش كونتنت برو، قشطه عندك حق انت. انا مش قادر اتكلم زي وجعني، فانا هقول لك انك عندك حق. انا ما عنديش كونتنت، بس لسه ناشر في الانستجرام اللي هو بتاع الشات الجروب ده، عارفين هو بودكاست في الانستجرام. نشرت لهم 10 افكار فيديوهات هنعملهم الشهر الجاي باذن الله. يا ريت تكون عندنا انستجرام عشان تلاحظ كل ده. انا اعلن ان انا حقودي جدا ان انا غيران من دكتور مكاوي. دكتور مكاوي انت كيوت والله، ونوع المفضل في